وفي طبعا أنواع كدب كتير جدا، بس يا ترى إيه أخطرها؟ أنا شايفة إن أخطر أنواع الكدب هو الكدب اللي بيهز الثقة جوايا. أنا ما بقاش عندي ثقة في نفسي فبضطر إن أنا أكدب. أنا حد مش غني عشان أبين للي قدامي إن أنا شخص واو، لأن في ناس بتنبهر بالماديات، فأنا بضطر أكدب. ده أنا عندي عربية، ده أنا ساكنة في فيلا. طب الهيكل اللي أنا بنيته ده لما يتعرف هيبقى منظري إيه؟ أكيد هيبقى أسوأ بكتير لو أنا قلت الحقيقة. ناس درجتها العلمية مش كبيرة بتضطر تدي لنفسها بوزيشن أو وضع هي مش فيه لمجرد بس إن هي تدخل ضمن الوسط الاجتماعي، على الرغم إن في ناس كتير معهاش درجات علمية إلا إنها مثقفة جدا وبتعرف تتكلم أحسن من ناس كتير جدا معاها شهادات عليا. أنا برضو لازم أرجع لنفسي وأواجه أنا مين وأنا عايزة أوصل لإيه، وإيه الحاجة اللي منعتني إن أنا أوصل للحاجة اللي أنا بضطر أكدب عشان أبين للناس إن أنا حلو فيها، وليه ما أبدأش من الأول؟ مفيش حاجة اسمها أنا كبرت، مفيش حاجة اسمها الوقت عدى، أحاول وأجرب لغاية ما أوصل. طيب هل الكذب دايما بينبع بصورة سيئة؟ أنا عايزة أكدب عشان أنا شخص وحش؟ لأ،